السلام عليكم. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو يهمني جدا رأيك. النهاردة يعني قلت يعني اشارك معاكم كل حاجة انا بعملها. طبعا انا كنت كلمتكم على ترويقة الشهر اللي انا بعملها، يعني بعمل فيها ايه. بغسل السجاد الابيض اللي عندي، وبغسل ستاير الطل، وبغسل الكوشنز، واغسل المفارش اللي بتكون متبهدله والحاجات دي. فقلت اشارك معاكم الحاجات اللي انا هعملها كلها. بصوا، ده الرانر الفرو عشان اعمله مفرش الترابيزه، والكوشنز طبعا فكيته كله زي ما حضراتكم شايفين، وهغسل كل ده. وطبعا شلت فرش الكنب عشان فرش الركنه، سوري، علشان اغسله يعني وكده. قلت اشارك معاكم كل حاجه انا بعملها. ده كده منظر المطبخ. بصوا، دي كلها مواعين نضيفة، والحوض بس فيه مصفى وحلة بس. ودي حاجة كنت مشترياها، بطاطس يعني وبصل وكده. وبصراحة يا جماعة الحاجة ولعت قوي بجد، اسعار الحاجة بقت يعني ربنا يرحمنا برحمته يا رب. بصوا، ده كده منظر قلت اوريكم منظر الحاجة كلها، يعني منظر الشقة كلها. هنا الستارة دي بتاعة المطبخ. طبعا هي فوق البوتاجاز ففيها دهون والكلام ده. انا بغسلها والله على طول، يعني بالكتير قوي بغسلها كل شهر، يعني ساعات بغسلها كل اسبوعين كمان، عشان هي فوق البوتاجاز يعني وكده. فحطيتها. بصوا انا هوريكم الوصفة اللي انا بغسل فيها، اللي بغسل بيها السجاد. بغسل ببطاس يعني وكده. هوريكم الوصفة اللي انا هعملها دلوقتي. فدي انا خدت منها شوية من الوصفة اللي انا عملتها، وحطيت فيها البتاعة دي، سوري، الستارة، علشان خاطر البطاس يعني وكده يطلع كل اللي فيها وما بيحصلهاش اي حاجه، متقلقوش. بصوا، دي الوصفه بقى بتاعت السجاد اللي انا بعملها. حطيت معلقتين بطاس، وحطيت شويه كلور الوان، كلور ابيض، كلوروكس ابيض، وحطيت بيرسيل جل واريال. ده اريال سايب بجيبه وبحط معاه اريال اللي هو اوكسي او بيرسيل، وبخلطهم ببعض. وطبعا ميه مغليه. وبحط كده، بملى الكوباية كده مية مغلية، وبعد كده مية ساقعة عادي من الحنفية. بملى الجردل ده مية ساقعة زي ما انتم ما شايفين، وبحط الكوباية دي عليها، وبغسل بقى بيها. بصوا، بيخلي الحاجة بتبرق بتنور في الضلمة كده بجد. يعني السجاد انا عندي عشان السجاد ابيض وكده فبيتوسخ بسرعة جدا، وبيبقى حرفيا زفت عشان خاطر الولاد وكده، فبيتوسخ جامد جدا. فطبعا الوصفة دي بصراحة بتخليهولي قشطة 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 يعني بجد. فبصوا بعمله كده، هو يا دوب يعني انا بحط المية، بحط طبعا مية نظيفة الاول عشان ابل الحاجة، وبعد كده ببدأ بقى احط الخلطة اللي انا عاملاها دي، وشوية مثلا كلور الوان او كده على الوش، وبدعك بقى بقى معايا زي الفل. جربوا تعملوها وما تقلقوش، البطاطس مش هيبهدل ايديكوا ولا حاجة. انتي بتحطي كوباية على مية ساقعة، على جرد المية ساقعة، فما بيعملكيش اي حاجة. بالعكس، بينظف وبيوفر عليكي تعب كتير قوي. وطبعا كل واحد وليه طريقته. انتي ممكن طريقة ما تحبهاش او كده، بس بصراحة انا بفضلها جدا، ما تبهدلش ايدي ولا بتعمل لي اي مشكلة. وهنا وانا بشطف غسلت وشطفت. انا حبيت يعني انا صورت لكم مقاطع صغيره وانا بعمل الحاجه، حبيت اوفر عليكم يعني انتوا تشوفوا كل ده. وهنا ده بصوا الجلابيه بتاعتي كانت غرقانه ميه، استحميت يعني استحميت ميه في اليوم ده. كان الجو برد بس يعني. خدوا بالكم يا جماعه، اقول لكم على حاجه. الشتاء بيبقى الجو برد وكده، بس يعني انت لما بتقعدي والله العظيم بتتعبي اكتر. بتلاقي نفسك مكسله والجو برد ومكشه كده في نفسك. بس لما بتقومي تروقي، يعني انا كنت بغسل السجاد وكان الجو تلج والنطره كانت بتنطر في اليوم ده. بس بصراحه ما حسيتش باي حاجه، بالعكس انا كنت بجيب ميه، كنت حرانه من كتر المقضى والغسيل وده والله العظيم جسمي كان بينزل عرق بطريقه كنت هموت من الحر. وكانت المطره بتمطر بره، وانا اصلا جوه بموت من الحر. فالمقضى وكده ما بيتعبكيش، و بتطلعي طبعا الطاقه السلبيه اللي في البيت، بتنضفي بيتك اول باول، اول باول يعني، سوري. آه ما بتسقعيش يعني او كده. بالعكس، ده انتي الراحه النفسيه ليكي، ان انتي لما بتنضفي بيتك ويكون بيتك نظيف وكده وتبقي قاعده. دي الراحه النفسيه بجد، مش الراحه النفسيه ان انا اقعد اتدفى ويبقى البيت مثلا مش نضيف وبقى ورايا حاجات وكده. اصل انا عديت بالمراحل دي كتير، ده غير ان انا معايا توأم وكده. فبصراحه بيتعبوني جدا.
يعني بصراحة مش هيحس باللي انا بقوله ده غير اللي معاه توأم زيي. فعلا الموضوع صعب جدا بجد يا جماعة. بصوا هنا ده بقى المنظر الصالة. انا شلت السجادة اللي كانت تحت المفرش ونفضت المفرش ومسحت الصالة وسبت المفرش بس، وفرشت فرش الكنب ده، فرش الركن ده كنت مشترياه وكده فرشته، وشلت المخدات والكلام ده، قلت عشان يبقى كده بسيطة، وكده كده بكرة هفرش يعني الحاجة هتتنشف وهفرش على طول. آه ف... وده كده كان الفيديو بتاعي، وانتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله بتاع الفرش. مع